لو زهقتِ بقى من القلي والتحمير والفطار التقليدي بتاع كل يوم ونِفْسِك تغيّري كده وتاكلي حاجة صحية، فتعالي أما أقول لِك على أحلى فطار لذيذ جدًا وفي نفس الوقت مُشبع أوي، ومناسب جدًا للناس اللي عاملة دايت. تعالوا بينا يالّا نحضّر أول طبق مع بعض. أول حاجة هنجيب خيارة هنغسلها كويس ونبشرها ناعم بالشكل ده كده، وهناخدها بقى وهنعصرها بإيدينا لغاية لمّا تنزّل كل العصارة اللي فيها، أو ممكن تصفّيها في مصفى، بس أهم حاجة تتخلّصي من كل العصارة اللي فيها، من كل السوائل اللي بتنزل منها دي كده. ومن الأفضل إنِك تعصريها بإيدِك علشان تتأكدي إن مفيهاش أي سوائل خالص، وده شكل الخيار بعد ما عصرناه كويس وشيلنا كل السوائل اللي كانت موجودة فيه. هانزل عليه بعلبة من الزبادي، طبعًا أي نوع زبادي انتِ تحبيه أو تفضليه، وهانزل بفصين من التوم المفرومين، وهنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض لغاية لما كله يندمج مع بعضه. وما تنسيش بقى شوية النعناع الناشف اللي من فوق، بجد بيفرق جدًا في الطعم وبيخلي طعمه مميز جدًا. وارجعي بقى قلبيهم بقى لغاية لما كله يندمج مع بعضه ويبقى بالجمال والحلاوة دي كلها. ودي كان أول طبق معانا وهو سلطة الخيار، كان طعمها لذيذ أوي وبجد تحسي إن حاجة كده بترطب على القلب وحاجة خفيفة على المعدة أوي، فبجد لازم تعمليه كل يوم على الفطار علشان هيفرق معاكِ جدًا. وعايزة أطلب منكم طلب صغير جدًا، ومن فضلكم لو لسه مكملين معايا ولسه مشتركتوش في القناة ودوستوا لايك اشتركوا ودوسوا لايك علشان بجد اشتراكاتكم دي بتفرحني جدًا وبتدعمني وبتخليني أعمل معاكم وصفات أحلى وأحلى. ويلا بينا بقى ندخل على تاني طبق. وطبعًا أنا هنا كده سلقت 4 بيضات وخدت البيض وقطعته إلى شرائح بالشكل ده كده، ورصيته في الطبق طبعًا علشان يديني شكل كده جميل، وكمان علشان يفتح النفس. وده شكل طبق البيض بعد ما قطعته ورصيته بقى بالجمال والحلاوة دي كلها. هاخده بقى أرش عليه شوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود. وده كان تاني طبق معانا وهو البيض المسلوق، طبعًا أفضل بكتير من البيض المفقوش، وطبعًا مغذي جدًا وبتاخدي كل القيمة الغذائية اللي بتكون موجودة فيه. وبألف هنا ليكم، واوعوا تكونوا لسه مشتركتوش في القناة ولا دوستوا لايك. يلا بسرعة اشتركوا في القناة ودوسوا لايك علشان بجد بفرح جدا. وتعالوا بينا نحضر تالت طبق معانا. وهنحتاج لبتنجانة مشوية، ممكن تشويها في الفرن او ممكن تشويها على عين البوتاجاز من فوق، وطبعا دي حاجة ترجع لك انتي، اهم حاجة تستوي معاكي تماما وتبقى بالجمال والحلاوة دي كلها. هتاخديها وهتهرسيها بالشوكة أو بالهراسة، يعني أي حاجة متوفرة عندك لغاية لما تنعم معاكي تماما. وهتقومي نازلة عليها ب3 معالق كبار من الطحينة الخام وفصين من التوم المفرومين، وهتنزلي عليهم بكمية الملح المناسبة. وما تنسيش بقى قرنين الشطة الحراقين دول علشان بيفرقوا جدا في الطعم. طبعا دي حاجة اختيارية ممكن تعمليها وممكن لأ. ولو حابة تضيفي شوية من الكمون طبعا بتضيفي برضو، دي حاجة ترجعلك انتي. وهتقلبي المكونات دي كلها مع بعض لغاية لما كله يندمج مع بعض ويبقى بالجمال والحلاوة دي كلها. وبكده عملنا مع بعض أحلى سلطة بابا غنوج، طعمها لذيذ جدا تحفة بجد. وده كان فطارنا النهاردة، طبعا معانا سلطة خيار، سلطة بابا غنوج، معانا البيض المسلوق، معانا الكابوتشا. طبعا الكابوتشا دي احنا بنستخدمها بديل للعيش، بجد مشبعة جدا وبتخليكي تشبعي وبترطب كده على المعدة وعلى القلب، حاجة بجد في منتهى الجمال والحلاوة. وطبعا انت بتقطعيها وبتاكلي بيها الأكل يعني زي العيش، بدل ما تاكلي بالعيش انت بتاكلي بالكابوتشا. وجربوها وإن شاء الله تعجبكم جدًا. وده كان فطارنا النهاردة السهل البسيط اللذيذ، حاجة كده صحية ومشبعة، يا رب تكون عجبتكم وبألف هنا ليكم.